ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهاردة هعمل لكم البسكوت. دول 3 كوبايات ونص سمنة، ويستحسن ان السمنة تبقى متجمدة يا جماعة. الجو حر، فهي كانت سايحة عينتها في الفريزر بقدر الامكان، بس مفيش وقت، فان شاء الله هيطلع حلو برضه. انا حطيتهم اهوت، وهشغل المضرب وهضربهم مع بعض. بسم الله يا جماعة. دي الكوبايه اللي انا بعاير بها يا جماعه، اقل من نص كوبايه احطها زيت علشان البسكوت يقرمش معانا. هو ده اللي يخلي البسكوت يقرمش. ما عملتش فوم. طب و3 كوبايات سكر ناعم. كمان شويه عشان يبقوا 3 بس، عشان يبقوا 3 يا جماعه. هحط 4 بيضات. دي كوبايه لبن، هحط عليهم 2 معلقة نشا. كده كل كيلو له 1 معلقة نشادر ونص كوبايه لبن.
جماعه انا حطيت 3 كوبايات سمنه، لازم يكونوا في الفريزر يا جماعه. انا غلطتي ان انا في ده نسيت ان انا احطهم في الفريزر. حطيتهم ساعه بس برضو كانوا ساقعين بس، مع نص كوبايه زيت، اقل من نص ل2 كيلو دقيق. النص كوبايه زيت هي اللي هتخلي البسكوت بيقرمش معاه. وحطيت 2 اللهم صل على النبي، 2 اسمه ايه ده، 2 فانيليا بالبرتقال، ده جديد اول مره. 2 فانيليا برتقال، واتنين فروتي برتقال برضو، ونص معلقه بيكنج باودر، و8 بيضات لل2 كيلو. وهحط دلوقتي الدقيق بتاعي اللي هما ال2 كيلو بتوعي. وحطيت كوبايه لبن وعليها معلقتين نشادر، كل كيلو له معلقه نشادر. فانا هحط اول كيلو واعجنه وبعدين احط الكيلو التاني. نزلي ايدك لتحت شويه واتكي من هنا كده، ما تهزيش الكيس. لازم الدقيق، انا ضامنه ان الدقيق كويس يا جماعه، بس لازم يتنخل علشان يديني نتيجه افضل. صلى على النبي. واللي ما اشتركش في القناه يشترك. قولوا لي ايه رايكم، وهتجربوه ولا لا. بالراحه. حطيت 3 كوبايات سكر مطحون يا جماعه، لازم البسكوت يكون سكره مطحون، ما بتحطش اي سكر. هو غالي شويه معلش، الكيس منه الكيلو منه قد 2 كيلو من السكر العادي، بس لازم كده ال2 كيلو دي بتوعنا اهو. وهقلب بقى ان شاء الله بامر الله كده، بالصلاه على الحبيب النبي هتبقى عسل. كده يا جماعه ما شاء الله. على فكره البسكوت ما بياخدش عجين كتير، ويا دوبك بتقلبي المكونات في بعضها، ما بياخدش عجين كتير عشان ما يشدش معاكي. هو كده ما شاء الله، اللهم صل على النبي، مش محتاج اي حاجه، وريحته ما شاء الله جميله. سهوله اهي ما شاء الله العجينه بتاعتنا. وبتقل معايا من نص كوبايه الزيت اللي انا حطيتها، وهي ما شاء الله. كده بقى نركب المكنه ونشتغل معاكم على طول، ما بتتركنش البسكوت بالذات عشان النشادر ما بتركنش، تعجنيه تشتغلي فيه على طول. يلا التانية. يا حبايبي البسكوت بتاعنا ما شاء الله عسل. ما شاء الله رق السجارة قدامكم. دول 2 كيلو بسكوت يا جماعة. هوريلكم فيه لسه صينيتين في الفرن، هوريهم لكم. النار بتبقى هادية، بتبقى نار وسط من فوق ومن تحت هادي ومتجواني. اوريها لكم اهو يا جماعة، النار هادية خالص من هنا ومن هنا. هي بتبان في الكاميرا غير خالص، يعني هي اهدى من كده كمان ما هي باينة في الكاميرا اهي. ومن تحت زي تردد الرز، مش عالية برضو، مادام الفرن حامي خلاص. كده يا جماعة هما كده طلعوا من الفرن، هوريها لكم من قريب. يا اختي اتكسرت مني واحدة تانية اهي، مش عارفة باينه لكم ولا لا. ما شاء الله تحفة.
لسه نار طبعا. كده يا جماعة اختم الفيديو معاكم. متنسوش تصلوا على النبي وتوحدوا الله وتدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.